يحكوا على التقسيم مش هيتريحوا، كانوا رفضوا الفدرالية ستؤدي إلى تقسيم ليبيا. وإما استعدوا أيها الليبيين للدخول في مواجهات وتقسيم ليبيا قطعة قطعة والدخول في حرب أهلية. مصر دولة منظمة وفيها جيش، احنا مفيش دولة ومفيش مؤسسات وسلاح منتشر، وشعبنا بصراحة يعني مش كيف الشعب المصري، مش متمرس، عريق الديمقراطية وسلمي، طبيعته شعب سلمي، هذا شعب شرس شوية بصراحة يعني. أن ليبيا مش تونس ومصر، ليبيا قبائل وعشائر وتحالفات. ليبيا مش مجتمع فيها مجتمع مدني وأحزاب لا، ليبيا قبائل وعشائر. قد تدفع، وأنا مش يجوا بعدين يقولوا ما قلتوناش وفاجأتونا. عدم الاعتراف بالمؤتمر الوطني يعني عدم الاعتراف بما ينتج عن المؤتمر الوطني، يعني عدم الاعتراف بالمؤتمر الوطني وعدم الاعتراف بالحكومة وبكل هذه المؤسسات، وبالتالي فراغ سيؤدي حتما ومش حد يتفاجأ إلى إعلان تشكيل حكومة في إقليم برقة موازية. يعني ردينا إلى يوم 21 فبراير 2011. ليبيا قبائل وعشائر، وكل واحد قاعد في منطقته، كل واحد عارف هلا، كل واحد عارف ناسه. ليبيا تصبح حرب أهلية. نرجع للحرب الأهلية بتاع 1936. طبعا هذه لأن بصراحة عليها. الاختلاف الشديد في الرأي السياسي عادة يحسم بطريقتين، يا إما بحوار وتوافق، يا إما بعمل عسكري بحرب. فاحنا بهذه الخطوة إذا اتفقنا عليها بكرة نكون حقنا الدماء ودرنا أكبر إنجاز وتحول تاريخي، وتحولنا من حتى الجماهير الأولى إلى الجماهير الثانية. وإما استعدوا أيها الليبيين للدخول في مواجهات وتقسيم ليبيا قطعة قطعة والدخول في حرب أهلية.